تخيلوا ان الاغنيه دي طلعت اقدم من شهر رمضان نفسه. بجد؟ اغنيه ايه بقى؟ وحوي يا وحوي. ايوحة. والله بس ما كانش اسمها وحوي يا وحوي. كانوا بيقولوا واح واح اياح. واح كانت كلمه للترحيب. طب وايه اياح؟ اياح دي كانت ست عظيمه جدا اسمها اياح حتب، يعني قمر الزمان، واحفظوا الاسم ده كويس علشان هنحتاجه بعد شويه. اياح حتب كانت زوجة الملك سقن رع اللي حكم مصر ايام الهكسوس، والشهاده لله ان اياح حتب كانت بتكره الهكسوس كره العمى وعايزه انها تخرجهم من مصر باي شكل. قامت مشجعه جوزها سقن رع ان هو يدخل في حرب معاهم، بس للاسف هو انهزم في الحرب دي ومات. اياح حتب تيأس؟ ابدا، قامت بعت لهم ابنها الكبير كاموس، لكن هو كمان للاسف فشل واتقتل في الحرب. اياح حتب تسكت؟ لا يمكن. قامت بعت لهم ابنها الثاني احمس اللي قدر المره دي ان هو ينتصر عليهم ويخرجهم من مصر خالص. وقتها استقبل المصريين احمس ووالدته اياح حتب بفرحه كبيره جدا، وغنوا لهم واح واح اياح، يعني اهلا اهلا بقمر الزمان. طب ايه علاقه ده كله برمضان؟ هو كان على ايامهم؟ لا طبعا، الأغنية دي ارتبطت بشهر رمضان بعد دخول الإسلام في مصر. مستغل فكره ان واح يعني مرحب واياحه يعني قمر اللي هو رمز لهلال رمضان.